ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهو متأخرتش عليكم تقريبا حوالي اسبوعين كده وفيديو جديد اهو. مش قعدتكم شهرين ولا شهر. المهم زي ما قلت لك الفيديو اللي فات ان احنا الفيديو ده مش هيبقى الجزء التاني من الميثولوجيا النردية، انما هيبقى الميثولوجيا المصرية القديمة او Egyptians Old Mythology. قلت كده بس ايه اديك فاصل في النص خفيف ما بين الجزء الاول والجزء الثاني. تقول لي طب ليه الميثولوجيا المصريه دلوقتي؟ ليه مش الرومانيه مثلا؟ ليه مش الامازيغيه؟ في ميثولوجيات كتير. اقول لك علشان دي اللي كان السكريبت بتاعنا كاتبه بصراحه، يعني كسلت اكتب سكريبت جديد فقلت ليه ما اعملهاش دلوقتي. وقبل ما نخش في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي كومنت لو عايز تقترح عليا حاجه جديده، اقترح عايز تقول لي عدل حاجه قول برضه عادي، واعمل لي سبسكرايب واعمل لي فولو على التيك توك والانستا، اقول لك هنا وهنا. وخلينا نخش في الفيديو. وزي عاده كل ميثولوجيا بنبدأ القصة بنشأة الكون. في البداية الكون ده كان عبارة عن فراغ وبس، والفراغ ده كان ليه اسم وهو نون او هي بالاصح. ونون دي كانت تعتبر هي ام كل الموجودات، وهي الام الكونيه لنشأة الكون، وهي اللي جاء منها كل حاجه تقريبا. نون بقى دي كانت عباره عن ميه مظلمه. الكون كله في الاول خالص كان مفيهوش حاجه غير ميه مظلمه، ومن الصمت الكوني ده او اللي هو الميه المظلمه طلع تل بدائي، والتل ده اسمه بن. ومع ظهور التل ده ظهر معاه اول اله معانا في الميثولوجيا المصريه، واللي هو يبقى اتوم. وملحوظه هنا كده، على حسب انت منين في مصر فاسم اتوم ده بيختلف، يعني في كل مكان ليه اسم. يعني هو ليه معروف باتوم، معروف بامون، معروف برع، معروف بامون رع، معروف باتوم رع وكده. بس انا هقول النهارده في الفيديو امون. امون ده كان اله الشمس، واول لما ظهر من التل ده بدا يبص حواليه ما لقاش حاجه غير فراغ. حس شويه بالوحده فراح عاطس، سمع صوت من وراه حد بيقول له يرحمكم الله يا امون. فبص وراه فلقى اله اسمه شو. تيجي تقول دلوقتي انت ليه بتتناقض مع كلامك؟ انت مش لسه قايل ان امون كان لوحده؟ مين شو ده؟ اقول لك اه فعلا امون كان لوحده، ولكن لما عطس من العطسه دي طلع شو. وشو ده كان اله الهوى. لما امون سمع صوت شو اتخض، هو كان لوحده وفجاه سمع حد بيرد عليه فاتخض وراح جاي تافف. انا اسف بصراحه من اللي انا بقوله، القرف اللي انا بقوله لكم ده، بس المهم يعني ان التفه دي طلع اله تاني او تالت بقى يعتبر، واللي هو الاله تفنوت او اله القمر. وما تاخدش كلمه بالهزار، انا فعلا بتكلم جد. من عطسه طلع اله، ومن التفه طلع اله تاني. انت ممكن تلاقي اي حاجه في اي ميثولوجيا عامه من الحاجات دي، واظن احنا شفنا كده كتير. يعني كده يبقى اتكون اول جيل من الالهه في الميثولوجيا المصريه. هقولهم لك كده بسرعه. واحد نون واللي هي نشأة الكون، اتنين كان امون واللي هو اله الشمس، تلاتة كان شو اللي هو اله الهواء، اربعة كان تفنوت اللي هو اله القمر. بدأ بعد كده شو تفنوت انهم يبنوا ملامح العالم. شو ادى للعالم مبادئ الحياة، وبالنسبة لتفنوت فاداهم مبادئ النظام. وكانوا سايبين امون على التل بن لوحده. امون حس بالوحدة تاني فراح جاي خالع عينه وبعتها تدور على شو تفنوت. ولما ركعت عينه مع شو تفنوت حس بالفرحة شوية، ونزلت من عينه دموع الفرحة. الدموع دي زودت خصوبة بتاعة تل بن. ومع زيادة خصوبة التل ده ظهر منه البشر، رجالة وستات بقى. بعد كده شو تفنوت اتجوزوا وخلفوا إلهين، نوت وجب. نوت واللي تبقى هي إلهة السماء، وجب هو يبقى إله الأرض. وعلى الرغم إن نوت وجب كانوا إخوات بس كانوا بيحبوا بعض، وما أظنش دي حاجة هتفاجئك عشان إحنا شفنا منها كتير قوي في الميثولوجيا قبل كده. فجب راح لنوت وقال لها ما تيجي نعمله واحد في العلن، بس علشان امون راجل مصري اصيل عنده عادات وتقاليد فقال الكلام ده ما ينفعش. فامر شو انه يرفص ما بين نوت وجب الهوا، يطلع نوت سما يفضل هي قاعده فوق وجب يفضل على الارض. ما يقدروش يعملوا حاجه غير انهم يبصوا لبعض. بس زي الافلام المصريه كده امون عمل الحركه دي متاخر حبتين، لان اصلا نوت كانت خلاص بقت حامل من جب. يا ترى بقى نوت خلفت مين؟ هناخدهم كده ايه بالترتيب من الاكبر للاصغر. اول واحد معانا خلفت حورس، بس حورس ده هنركنه دلوقتي على جنب مش هنحتاجه دلوقتي، هو ملوش دور كبير يعتبر قوي اصلا في القصه. بعديها جابت اوزوريس، بعد اوزوريس جت ايزيس، بعد ايزيس جا ست، بعد ست جت في الاخر نفتيس. هقول لك برضو كل اله هو اله في ايه. فازيس كانت الهه السحر،
واوزوريس هو حاكم مملكة الموتى، بس هو مش مولود حاكم مملكة الموتى، هنعرف ليه قدام هو بقى حاكم مملكة الموتى. وست كان اله الشر والعنف، ونفتيس مش مذكور هي كانت الهة ايه. المهم ان اوزوريس خلى امون يأمن له ويوكل له هو حكم العالم، وده لان امون كان مشغول في حاجات تانية، ومحدش سألني ايه الحاجات التانية علشان انا معرفش ومش متقال ايه هي الحاجات التانية اللي كان امون مشغول فيها. فعشان كده ساب هو حكم الارض لاوزوريس، وحكم اوزوريس هو ومراته ايزيس اللي هي اخته. وما تتفاجئش بقى، ما المفروض اتعودت. المهم ان هما الاتنين حكموا بكل عدل وبكل حكمة. وبيتقال برضو ان اوزوريس هو اللي عمل نهر النيل، بس دي مش اكيدة، ممكن تكون هبداية من حد. وعمل نهر النيل عشان يفيض بالخير والسلام لاهل مصر. وكده نكون خلصنا اول فصل معانا في القصة، واللي هو نشأة الكون. هنخش بقى على الفصل اللي بعده، واللي هو قصة ايزيس واوزوريس. بعد ما اوزوريس مسك حكم الارض، لقى ان اول جيل من البشر هو ناس مش متحضره، فكتر خيره يعني عطاهم هو العلم والثقافه والزراعه، وحط هو القوانين والطرق السليمه لعباده الالهه. اوزوريس اخد لاخته ايزيس كزوجه ليه، وهما الاثنين مع بعض حكموا العالم، حط للعالم نظام، وبقى كل شيء في مكانه الصح، وكل حاجه بقت متوفره للانسان، والحياه كانت حلوه بالنسبه للبشر. بس مش هتستمر كده كتير. الاله ست واللي هو يكون اخو اوزوريس كان حاقد عليه جدا عشان هو شايفه ناجح في الحكم، وكمان كان غيران ان امون عطاله هو الحكم ومعطاهوش لست. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ده كمان عرف ان مراته نفتيس كانت معجبة بأوزوريس. في يوم من الأيام اتنكرت نفتيس على إنها إيزيس، وراحت لأوزوريس ومارسوا الكوكو مع بعض، وخلفت منه أنوبيس، اللي هو من المفترض يبقى ابن ست، لكن في الحقيقة هو ابن أوزوريس. فكر ست في خطة علشان يقدر يخلص بيها من أوزوريس ويحكم هو العالم من بعده. راح ست عمل تابوت شكله جميل جدا وعلى مقاس أوزوريس، ودعا أوزوريس وكم حد تاني كده على حاجة شبه حفلة أو عزومة، وراح جاي في الآخر مطلع لهم التابوت ده، وكلهم عجبهم شكل التابوت واللي كان فعلا جميل. فست قال لهم اللي التابوت هيجي على مقاسه هديهوله، وطبعا مش هيجي على مقاس حد غير اوزوريس عشان هم عامله على مقاس اوزوريس بالظبط. فضل بقى كل الموجودين يجربوا التابوت ده ومحدش التابوت على مقاسه، لحد لما جاء دور اوزوريس. واول لما اوزوريس دخل عشان يشوف التابوت على مقاسه ولا لا، راح ست قافل وراح جاي واخد التابوت ورميه في النيل. وبعد كده خبر ان اوزوريس مات اتذاع، وست هو اللي حكم من بعده. وفي وقت حكم ست فقد العالم نظامه، وأدى حكم ست الفوضوي ده لأن يحصل زلازل وأعاصير وفيضانات ومجاعات، لدرجة إن الناس بقت تقتل بعضها عشان يقدروا يعيشوا. تقول لي طب هي فين إيزيس من الكلام ده كله؟ هقول لك إن إيزيس ما كانتش مصدقة خبر موت أوزوريس ده، وفضلت تدور عليه لحد لما لقيته. ولما لقيته خبته في مستنقع في النيل علشان بعد كده هي تروح وتدور على اعشاب سحريه عشان ترجعه تاني للحياه. ست لما عرف ان إيزيس لقت الجثه ما سكتش، راح هو يدور على المكان اللي هي خبت فيها الجثه علشان بعد كده يقدر هو يتخلص منها. ست قدر ان هو يلاقي الجثه قبل ما إيزيس ترجع بالاعشاب. راح واخد الجثه وقطعها 42 قطعه ووزعها في مصر كلها. في كلام بيتقال ان هو قطع اوزوريس 42 حته، وفي كلام تاني بيتقال ان هو قطع 14 حته بس. لما رجعت بقى إيزيس بالاعشاب بتاعتها قابلتها نفتيس اللي هي تبقى مرات ست واختها، وقالت لها عن اللي عمله ست. وبدأوا هما الاتنين يدوروا على أجزاء أوزوريس اللي متنطورة في مصر كلها علشان يقدروا يرجعوه تاني للحياة. وبالفعل لقوا كل قطع جسم أوزوريس ما عدا قطعة واحدة، هي دي بس اللي ملقوهاش. وأظن أنت فهمت أنا أقصد إيه بالقطعة. المهم إن الحوار ده موقفش إيزيس، وراحت عاملة له القطعة الناقصة دي من الذهب، او بالاصح العضو الناقص ده من الذهب، وفعلا رجع للحياه. بس عشان هو اله مش كامل، في حاجه ناقصه، ما كانش ينفع يحكم عالم البشر، فنزل يحكم ارض الموتى، وبقى هو هناك الحاكم العادل بتاع ارض الموتى. بس قبل ما اوزوريس ينزل عالم الموتى، وفي هنا برضه حاجه نسيت اقولها لك، ان في ناس بتقول ان فعلا إيزيس هي اللي رجعت اوزوريس للحياه بالسحر بتاعها. في كلام تاني بيتقال ان إيزيس ونفتيس قعدوا يصوتوا جامد لدرجه ان امون نازل من فوق خالص وقال لهم في ايه، وقالوا له ده حصل كذا وكذا ومش عارف ايه، راح جاي هو اللي مرجع اوزوريس للحياه. فهو في كلام بيقول كده وكلام بيقول كده، بس انا اللي قلته لك اللي هو المنتشر اكتر. وقبل ما اوزوريس ينزل عالم الموتى مارس الكوكو مره اخيره مع إيزيس،
وفي المرة دي خلف منها حورس، ومع العلم ان كان ذهب، بس عادي يعني دي مش اغرب حاجة نشوفها في الميثولوجيا دي او في الميثولوجيات عامة. خلينا نكمل. وحورس بقى او حورس جونيور دخل معركة مع ست على حكم الارض، وحورس هو اللي كسب وهو اللي حكم الارض مكان ست. وبعد انتصار حورس تحولت إيزيس لصقر وبدأت تلف في مصر. انا كده اكون حكيت لك قصة إيزيس وأوزوريس اللي هي اكتر قصه معروفه فيهم، والقصه دي احداثها بتختلف من مكان لمكان، شبه اسم امون كده. هي النهايه هتبقى واحده بس الاحداث اللي هتوصلك للنهايه دي هي اللي بتكون مختلفه. تعال بقى دلوقتي احكي لك ازاي حورس اخذ العرش من ست. الفصل التالت معانا وهو فصل عرش حورس. بس قبل بقى ما احكي لك الفصل ده، حابب افكرك ان لو الفيديو عجبك لحد دلوقتي ما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب واعمل لي شير واكتب لي كومنت، وارجع اقول لك نفس الكلام اللي بقوله في اول كل فيديو، في نص كل فيديو، وفي اخر كل فيديو. اعمل لي فول على الانستجرام والتيك توك هيظهروا لك هنا وهنا. تمام، وخلونا نكمل. وصول حورس للحكم ما كانش سهل شبه ما انتوا فاكرين. لما حورس كبر ووصل للسن اللي المفروض يحكم فيه، راح لعمه واللي هو ست وطالبه بحقه الشرعي وان هو يحكم مكان ابوه. ولما ست موافقش، طلب حورس من الالهه انها تعمل له محكمه وهما اللي يحكموا مين الاحق والاعدل انه يحكم العالم، هو ولا ست. وبالفعل الآلهة وافقت وعملوا المحكمة دي. ولما ست وحورس عرضوا اللي عندهم وقالوا ان هم هيعملوا ايه في الحكم، معظم اللي في المحكمة دي قرروا ان حورس هو الحق بالحكم ده، ما عدا اتنين. اظن انت هتكون عارف الاتنين. حورس اللي هو حورس سينيور بقى، اللي هو اصلا ما كانش ليه دور في اي حاجة من اللي فاتت، مجرد الاخ الاكبر، وهو اصلا ما قالش حتى برأيه هنا، قال ان هو موافق ولا مش موافق. والشخص التاني واللي ممكن تستغرب منه حبتين واللي هو امون، واللي كان شايف ان حورس اله مش كامل جاي من عضو ذهبي. فمن وجهة نظر امون ان حورس ده اله مش كامل ومالوش حق اصلا في الحكم. وغير كده حورس كان صغير، مش صغير قوي بس كان لسه موصلش للنضج الكافي ان اللي تخليه يحكم ارض كاملة. ففي الاخر المحكمة حكمت ان هما الاتنين يثبتوا حقيتهم في الحكم بالحروب والمعارك. بيتقال ان الحروب والمعارك بتاعت ست وحورس فضلت تقريبا 80 سنة، وان حورس هو اللي كان بيكسب تقريبا كل المعارك دي. بس برضه امون كان لسه متمسك برايه وان حورس ما ينفعش ان هو اللي يحكم، وطالما امون مش موافق يبقى المحكمه كلها مش موافقه. والمحكمه دي اصلا كانت معموله منظر كده عشان بس ايه يعني يكتموا ست وحورس، لكن هو القرار في الاخر قرار امون. فضل الموضوع على الحال ده لمدة كبيرة لحد لما قررت إيزيس إنها تتدخل علشان تساعد ابنها إنه يرجع عرش أبوه. وكانت شايفة إن مفيش أي حاجة هتغير رأي أمون غير اللي هي هتعمله دلوقتي ده. إيزيس سمعت طراطيش كلام كده إن ست نسوانجي وبتاع بنات وكده، فجات لها فكرة إنها تتنكر على إنها واحدة جامدة جدا والست مش قادر يقول لها لأ. وفعلا عملت كده وراحت قصاد قصر ست وفضلت تعيط، وطلع لها ست وقال لها القمر ده ايه اللي مزعله. راحت إيزيس قالت له ان هي كانت ست متجوزه ومخلفه من جوزها طفل، وقبل ما جوزها يموت ساب لهم قطعه ارض وقال لها الارض دي من حقك انتي والولد الصغير اللي هو ابنها. ولما جوزها مات جه اخوه واخد الارض دي بحجه ان ابنها لسه صغير على انه يحكم الارض. راح ست اللي بيرايل على اي واحده قال لها هو ازاي يعمل كده، انا دلوقتي هاجي معاكي وهرجع لك الارض اللي من حقك انت وابنك. واول لما ست قالت الكلمتين دول إيزيس رجعت لشكلها الطبيعي وقالت له بقى ايه ابلع. إيزيس كانت مبلغه كل الالهه باللي هي هتعمله ده وخلتهم يتجسسوا على حوارها مع ست. ولما ست اعترف بان الطفل ده هو اللي ليه الاحقيه في الارض دي، فبرضه يعتبر ان ده اقرار واعتراف من ست ان حورس هو اللي ليه الحق في الارض دي مش هو. وهنا دخل امون واقر ان الحكم يكون لصالح حورس. وست عشان يكفر عن خطاياه وانه سرق عرش مش بتاعه نفل الصحراء وطالب ان هو يعمرها. ونخش في الفصل الرابع والاخير اللي هو فصل عين حورس. عين حورس واللي هي من اشهر الرموز المصريه القديمه، واللي كانوا المصريين القدماء بيستخدموها على شكل تميمه تستخدم للحمايه من السحر والحسد، وكمان بتحافظ على صحتهم وشبابهم وعمرهم. وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج. بس ايه بقى قصه عين حورس اصلا؟ بيتقال ان في وقت معارك حورس وست على الحكم، ست خلع
عين حورس. وبعد كده اخد العين دي وقطعها ل6 اجزاء ورماها في انحاء العالم. مش فاهم انا ايه حكايه ست مع العيله دي كل شويه يمسك حد يقطع له حاجه. بس حورس قدر يرجع ال6 اجزاء دول بمساعده الاله تحوت او اله الحكمه، وهو اللي خلى الناس زمان تفتكر ان عين حورس عندها قوه علاجيه، قدره سحريه، وبداوا يصنعوا منها اشكال من الذهب علشان تبقى تميمه بتحميهم. طبعا مش هي دي نهايه الميثولوجيا المصريه، ومش دي برضو نهايه الالهه. في الهه كتير وكتير قوي كمان. كان انا قلت ما ازودش اكتر من كده في الفيديو بتاع النهارده عشان ما يبقاش جزئين برضه. وكده يبقى احنا اللي فاضل لنا دلوقتي في السلسله مش هتقف هنا، يعني هيكون في بعديها، بس نوقف حبه سلسله وعشان نبدا سلسله جديده. كده اللي هيبقى ناقص لنا الجزء الثاني من الميثولوجيا النورديه والميثولوجيا الرومانيه، وهوقف بقى السلسله دي حبه علشان ابدا السلسله اللي كنت قايل لكم عليها في اول فيديو للميثولوجيا خالص، واللي هو الميثولوجيا الاغريقيه. والسلسله دي انا برضه لسه سايبها لكم مفاجاه، بس غالبا اول فيديو فيها هينزل بعد تاني جزء من الميثولوجيا النورديه بحوالي اسبوع او 2. بس كده اكون قلت كل اللي عندي النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل له شير مع اصحابك واعمل لي سبسكرايب واعمل لي فولو على الانستجرام والتيك توك، واقترح عليا افكار فيديوهات تحت في الكومنتات وان شاء الله هعملها. بس كده، سلام.